بعد فضيحة جلامة مانشستر سيتي على حافة الخروج بموسم كارثي والخسارة لتاني مباراة على التوالي، السيتي فيه شيء غلط. ازاي فريق بالحجم ده بيخسر بنتيجة مذلة قدام فريق أول مرة يشارك في دوري أبطال وأول فوز ليهم في تاريخ البطولة يكون على السيتي؟ أنت متخيل؟ منظومة جوارديولا وفلسفته بتتضرب من فريق نرويجي بحجم درجة رابعة في إنجلترا، وللتوضيح النتيجة كانت ممكن توصل 6-7 بعد اللي اتلغى واللي اتلحق، لكن القدر كان لطيف ببيب ولاعيبته. وهنا لو جيت تحدد مشكلة الانهيار بالظبط مش هتلاقي سبب واضح أو حتى مقنع. تدعيم وبيحصل، إدارة ناجحة في كل تعاقداتها تقريبا، وكل الصفقات المطلوبة جت، آخرهم أفضل جناح في الدوري سيمينيو ومعاه أفضل مدافع مارك، غير إنك في الصيف جبت شرقي وريندرز وكمان عليهم دوناروما وقبلهم كم مرموش وزود الأخير نوري. يعني الفريق مدعم تقريبا في كل الخطوط وشبه يعتبر بتخلق جيل جديد لكن بنجومه جاهز. وهنا يجي السؤال، هل جوارديولا ما عادش قادر يخلق طريقه لانسجام النجوم دي مع بعض اذا كان تكتيكيا او فنيا؟ هسيب لك انت ترد في الكومنتات.